هاي حبايبي، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا تمام. بعرف مستغربين عم تقولوا ليه هيك قاعدة بوشنا وكتير جدية شكلك وهيك، بس في موضوع حابة احكي عنه، وصدقوني لو ماني مجبورة احكي عن الموضوع اليوم كنت اجلته قد ما بقدر، بس صار في ظروف وظروف عم تجبرني اطلع احكي اليوم. كلاتنا بنعرف الشهر الماضي كان ولساتنا عايشين فيه صراحة كتير سيء، على الأحداث والحرب اللي عم بتصير على فلسطين والمأساة اللي فعليا الوطن العربي كله عم بيعيشها بهالوقت. نحن صار لنا فترة مخبين عنكم شيء صار للأسف قبل الأحداث، وما قدرنا نشارك معكم الخبر احتراما للي عم بيصير، وكان كتير صعب انه نفرح بهيك خبر بهي الأحداث اللي عم بتصير. كتير منكم عم بيقول انه شو صار معك قبل الأحداث وما قدرتي تشاركي معنا، وفي منكم بيعرف لأنه انتشر فيديوهات على التيك توك، مشان هيك عم بطلع عم بحكي. اللي صار قبل الأحداث بيوم واحد بس إني انخطبت. لبين ما كنا عم نختار الصور والفيديوهات لحتى نشارك معكم الفرحة، تاني يوم صارت الأحداث، وكانت مثل يعني صدمة للوطن العربي كلياته. يعني ما قدرنا نفرح ونحن عم نشوف عالم عم تتوجع وعم تخسر بيوتها وعم تخسر عيال بهي الطريقة. أسفة إني أنا عم بحكي هالموضوع بهالوقت، كنت بتمنى إنه يكون وقت أفضل شارك معكم هيك فرحة. كل شي كان جاهز ليوم 28 الشهر، بس قررنا إنه نأجل حفلة الخطوبة كلياتها بعد ما بعتنا الدعوة للناس، وأهلي إجوا من السويد وكل التجهيزات كانت موجودة وجاهزة. ما قدرنا بصراحة نحتفل بهالوقت، ما كان إلنا نفس. فاليوم الوحيد اللي عطوني اياه صاحبين الفندق كان ب 17 نوفمبر، وهذا هو سبب من الاسباب اللي عم بيخليني اطلع وشارك معكم هالخبر اليوم، لانه ب 17 نوفمبر رح تشوفوا انه هي حفلة خطوبتي وانتم ما لكم خبر، فحبيت انكم تسمعوا مني انه الموعد الوحيد اللي عطوني اياه الفندق كان ب 17 نوفمبر. فكتير فيديوهات انتشرت على التيك توك، كمان في ناس نشرت الفيديو من البروبوزل وقت اللي رامي فاجأني، وحاولنا نحكي مع العالم انه بليز احذفوا الفيديو في عالم كذا، فكتير ناس تفهمت وحست. وبتوقع انه في نسبة منكم رح تقول انه هذا اللي عم تحكيه مو وقته، مو وقت هيك خبر، نحن ما لنا مهتمين بهالامور. بس صدقوني هاي الستوري او هذا الخبر كلياته هو بس للناس المهتمة بالامور الخاصة اللي بتصير بحياتي. كتير أسباب خلتني صور هالستوري وانشر معكم الخبر، وبس حابة كنت فرجيكم أو أحكي لكم تسمعوا مني شو الظروف والشغلات اللي مرينا فيها نحن بالشهر ونص هذا. وإن شاء الله يا رب هيك الله بيفرجها علينا كلياتنا وبيعم السلام، وبتمنى يا رب تفرحوا لي بهالخبر، وبحبكم كتير.